نرجع تاني للتشكيل: ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمد هاني. وناحيه الباك ليفت في كلام ان يحيى عطيه الله ما يبتديش، وان اللي هيبتدي خالد عبد الفتاح، لان يحيى عطيه الله ما زال في مرحله انقاص الوزن، وما زال ايضا في مرحله يعني برنامج تاهيلي ليصل لفورمته، لدرجه ان هو تم ابتعاده او ابعاده عن منتخب المغرب. ووليد الركراكي قال لك لن يعود يحيى عطيه الله الا اما يثبت ذاته في النادي الاهلي. هل ممكن بكره يحيى عطيه الله يبتدي هذا اللقاء، ولا خالد عبد الفتاح هو اللي هيبتدي هذا اللقاء؟ ده اللي هنعرفه بكره باذن الله، خصوصا ان المباراه خارج الارض ونسبه الرطوبه عاليه شويه. نروح لنص الملعب، ولا خلاف على وجود اكرم توفيق، مروان عطيه، وامام عاشور. في الامام لا خلاف على وجود حسين الشحات، ولا خلاف على وجود وسام ابو علي، ويتبقى مكان واحد فقط هيكون لا الا بيرسي تاو لا الا رضا سليم. واحد فيهم هو اللي هيبدا اللقاء بكره باذن الله ناحيه